اهلا بيكم. اغلى من الشرف مفيش قواد. بس شريف يا جماعة، هو حب يشغل مراته الشغلة ديت، لكن بشرف. ازاي عمل ايه؟ جابها وجاب واحدة صاحبتها، وبعدين حب ان هو يشغلهم هما الاتنين بطريقة شيك قوي وحلوة قوي، وما حدش يلمسهم. بيروحوا يصطادوا الزباين بالعربيات في أماكن، على البحور، على الشواطئ، على أي حاجة. المهم يعني في المكان اللي هم فيه يصطادوا الزبون من هنا، ويقولوا له احنا عندنا مكان وتعالى، وياخدوه. وبعدين أول ما يبدأوا بقى يخلعوا الملابس عشان يقوموا بالمهام الصعبة، يقوم ايه طابب عليهم الأخ اللي هو جوزها: وايه ده انتي بتعملي ايه؟ والشغل الهندي والأفلام الهندي ديت، ويبدأوا يقلبوه. لا ويا ريت كده وبس، يعني ياخدوا اللي معاه الموبايل والفلوس وكده، لا كمان يمضوه على وصلات أمانة. عرفوا بقى يوصلوا له ويهددوه، من عنوان اللي هو في البطاقة والحاجات دي. بيهددوه ويبتزوه وياخدوا منه فلوس ياما كتير. طبعا بيبقى خايف من مراته، خايف من ولاده، خايف من مركزه في شغله، حاجات زي كده. البنات اللي انتوا شايفينها او هتشوفوها لما هجيبها، يعني مش عارفة انا جبتها ولا لسه. المهم البنات دي ما بتبقاش كده، يعني ما بتبقاش بالعبايات والكلام ده، لا لا لا. هما مكانس، يعني في بيوتهم مكانس، وبيجوا بقى ايه تشوفوهم حاجة تانية خالص. الميك اب بقى والشعر واللبس والعريان والحاجة بقى بتبقى ايه حاجة كده من العلاقة زي ما بيقولوا. واول ما بيدخلوا يعني بيرجعوا لحياتهم الطبيعية، بتبقى اوسخ من مراتك اللي في البيت. بس هم كده الرجالة، ما علينا. بدأوا بقى يعملوا كده مع أكتر من حد، واشتغلوا الشغلة وزي اللوز ومفيش أي مشكلة، وبيكسبوا مكاسب حلوة قوي وبشرفهم. البنت ما بتستغناش عن شرفها صراحة، يعني عائلة شريفة. لحد ما واحد بقى شجاع، ما وراهوش أهل بان عليه ولا زوجة ولا حد خايف منه، راح بلغ: انا تعرضت لعمليه ابتزاز وواحد اتنين تلاته، واتفقت معاها على قد كده. وعمال ما روحت البيت عندها قلعوني واخدوا مني كل حاجه، موبايل وفلوس وكل حاجه. عملوا لهم كمين: انت تعرف البيت؟ اه انا اعرف البيت. تم القبض عليهم، وجم فرحانين بيضحكوا عادي مفيش حاجه، لانها التهمه بسيطه. يعني مش هيتسجنوا قد كده، يعني ممكن ياخدوا لهم سنه ولا حاجه ويطلعوا المكسب رهيب يا جماعه. لان كتير قوي بيعملوا الكلام ده، وللاسف مراكز، يعني ممكن يكون مركز، يعني يكون مدير شركه كبيره، يكون حد كده مرموق، يكون في وظيفه حلوه قوي، ويعمل المهازل والسفاله ديت، وينام مع بنت نايمة مع طوب الأرض قبليه، حاملة أمراض الدنيا كلها، حتى ما يخافش على صحته. الكبير بتاعهم ممكن يعني ياخد حاجة كده، يعني انتوا عارفينها، فعشان يعني المرض يا شيخ روح اتوكس. ده في مرض بيتلقى، يعني بيتنقل بلعاب البق، يعني أمراض كتير بتتنقل. ده كفاية إن أنا أبقى دي حيوانات دي ولا إيه؟ أنا مش فاهمة والله العظيم. أنا بستغرب من الراجل اللي يعمل علاقة مع واحدة لا في بينهم ود، ده يعني ود ولا رحمة ولا أي حاجة ولا حب ولا إيه ده؟ إيه المشاعر ديت؟ يبقى إيه الفرق بينك وبين الحيوان؟ عايزة أفهم. الحيوانات بتعمل مع نفسها الكلام دوت بدون احساس، ومع اي حد يعني مع اي حاجه كده. حيوانات مش فاهمين. لكن المفروض الانسان يكون عنده احساس ومشاعر، يعني الموضوع ده ما يحصلش غير لما يبقى في حب، في موده ورحمه زي ما ربنا قال ما بين بقى الازواج. يعني انت هتقولوا لي مثلا ما هم بيتجوزوا ما بيكونش بيحبوا بعض، بيكونوا جواز صالونات وكده، بس في بينهم موده ورحمه، في بينهم حاجه حلال، يعني حاسين ان هم بياخدوها دي حلاله، ودي حاجة مش محرمة، وهتبقى خلاص هي بقت مراته. ففي مودة ورحمة، في واحدة محترمة معاك، لكن ما تروحش ترمرم بره. فأنا من رأيي والله العظيم يستاهل، يعني أي حد يحصل له. وما شاء الله اليومين دولت نازلين إيه، يعني مش مخلين في جهدهم جهد. أنا جايبة لكم حبة فيديوهات المرة الجاية، حاجة نيلة خالص، يعني كل واحد والتاني، علشان أهدي الرجالة أخليهم في بيوتهم ويبصوا. والله العظيم بيبقوا أنيل من ستاتكم. انتوا فاكرين ان ستاتكم في البيت اللي رابطالي الأشرب بالقمطة واللي ما اعرفش ايه واللي ايه وايه، وهم التانيين دولت مش كده، لا كده. يعني أسخن من كده كمان. بس هم لما بيروحوا بقى شغلهم عملهم القيم دوت المتعب، لازم بقى بيعملوا الحبة بتوعهم، شعرهم والميك اب وما اعرفش ايه والكلام دوت. اتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله، خافوا ربنا شويه. طب بلاش تخافوا ربنا، خافوا على صحتكم، خافوا على بناتكم، خافوا على اخواتكم، على امهاتكم. اتقوا الله. احنا في اخر الزمان خلاص، احنا خلاص، يعني لو انت مش هتموت احنا كلنا هنموتوا. علامات الساعه الكبرى والصغرى وكله بانت خلاص، ما بقاش فيه يعني. تقريبا كل العلامات بانت.
ما فاضلش غير ان احنا نروحوا بقى خلاص، وانتوا مفيش فايدة فيكم، الغريزة متحكمة فيكم بطريقة بشعة بشعة والله العظيم. الواحد بيستغنى عن منصبه وبيستغنى عن دنيته ودينه علشان خاطر لقاء حميم مع واحدة زبالة، يعني معظمه بيبقى زبالة. المهم يرضي نفسه بس، الله كتكنيلة يعني خلاص. يعني مش قادر تمسك نفسك. طب يعني مش فاهمة، مش عارفة اقول ايه والله العظيم، يعني عارف الفيديو حاكمني. ال اعمل ايه بس، حسب الله ونعم الوكيل، مش قادر، مش عارفة اتكلم والله، ما عارفة اتكلم، عايزة اقول كلام ياما بس مش عارفة. يلا السلام عليكم.